لون الدجاج المتبل لازم ينحمض بالتدوجي قبل ما يفوت بالسلق. هاي العملية جدا مهمة. هذا نحضر بيض لأسباب أخرى، وأيضا نحضر بطاطا لأسباب أخرى. اليوم راح نسوي شيء اسمه برياني دجاج في البرغل. بعد ما ضفنا التوابل رجعنا الدجاج. التوابل قرنفل صحيح، كبابة صحيحة، هيل صحيح، وبصل وروزماري عود وأوراق غار. شوف هاي هنا هيل. هذا شوية تقليبة. طبعا حتى لما يطلع من الدجاج هم ينظف ثاني، ما أخاف من الزفار إطلاقا. رشة ملح هسه وراح أخلي مي فاير وأنسى الموضوع. مرات أضيف واحدة ليمون بصرة، كلها حسوي لاحقا. هسه أذبها وبعدين نضيف المي خطوة. هنا راح نضيف المي. المي فاير رأسا تفور العملية. هذا المي راح نستفاد منه كثير في طهي البرغل لاحقا، ما يروح حرامات أبدا. بس قطر ننسى الدجاج قليلا، لا توجد زفارة، اختفت. هنا لازم نذوق الدجاج انه بدأ يستوي. طبعا هو المرق الملوحة زينة، بس راح نضيف قرن مسالة، بهارات سبعة. الوصفة شهيرة بالعائلة عندنا، وصفة خالد ولا. كلش مهم هذا الوصفة. والبصلاية هي هنا. هسه نحط خاطر الآخر ربع ساعة ونموس الزنة. بدنا نقلي أصابع باذنجان. البازاليا فورها شوية وراح أخليها فص ثوم. كلش مهم، مهروس نديها طعم. هاي راح تصير كفتة للبرياني بس بالفرن. وهنا الآفة طيبة، ترتيبات بعد شغل. البدايات الله يستر. البرغل يعني زبدة، يعني دارسين، يعني هيل، يعني بصلاية محمرة على نار هادية. أنا ما أخذ معجون طماطم هنا. هنضيف بهار غريب شوية على الموضوع كله. هسه أشوفكم إياه. البرغل يتحرك، يمتص كل الدهن والأشياء اللي قابليته على الامتصاص. هاي أول مرة راح ندعكه. نضيف شيء من الملح أثناء الدعك. ونحرك. مازولا ده حريق زين. هو مازولا نفس الشركة بعدها. هسه حنضيف مي الدجاج استوى. راح نضيفه هنا. خليت مي على البرغل نشف بس. هسه حضيف عليه المزيد لأنه هذا مو كافي حتى ينفشه. بس هو هسه زين ليش؟ شرب مي الدجاج، يعني اخذ النكهة امتصها. هسه حنضيف عليه مي عادي حتى ينفش بشكل عادي. هسه يضقنا القطعة حبة بعد قرط ناشفة. جيب مي نديره هنا بدل ما يخوف البرغل. شلون تخلي مي قد ما يصح مي هو يشرب. راح اخليه واشوفكم كذا. اخليه هواي ما ادري على قد. هاي مي ويشرب وظل احركه. طبعا هذه هم يصير. لا شوي من بصل، شوي ملح، شوية بهارات سبعة
حيل مطحون، دارسين مطحون، دارسين الطعم هاي الفاخر للبرغل. بس عن شكل اللحم شلون صار جوا الفرن واستوى. هنا ضفنا ثوم، ملح، دارسين، قرن مسالة، هيل. نخلط هذولا نخلطهم كلهم بالخلطة هاي. هطلع ليش كل شيء ما نخاف من عنده. mix this upside down. قطعة تورتيليا جوزتها بالدهن مال كباب. كان بالفرن برغل استوى. نحب نضيف طبقة بدءا من الدجاج، ثم برغل، ثم أخوغي، ثم برغل، ثم كفتة، ثم برغل بالنهاية، وندخل كل شيء الفرن. الدجاج نزل جوا، خلنا برغل، طبقة ثانية من البرغل، بعد العفاوي. ها another one, and finally آخر شيء بدنا راح تكون طبقة ثانية من الكباب. بعد القلق بعد والتعليق. كل كباب بس يتفرغ يدخله هنا. راح صفطه شوية حتى يكون عدالة التوزيع لكل أفراد العائلة. والمتبقي من الأخويك البيض راح ندفن طبعا جوا. يحتاجون خفة شوية. راح نغطي كل شيء بعدين بطبقة أخيرة من البرغل. راح نشوفكم النتيجة بعد ما رفعنا القبغ. هي هاي، الله يستر. طيب يطلع شكلها رائحة راقية. هسه راح نقلبها ونشوف النتيجة شلون تطلع. هنا المقلوبة جو هناك مسكر. الانقلاب كلها يسوع كلها. جيد. طب معتاد. افتح يا سمسم. وهكذا تبدو جيدة. بعدين نذوقها ونشوف وش يطلع. تبدو جيدة.